سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي بخير وعلى خير. اسمحوا لي على التعطيله، راني يعني ما شحال هادي ما حطيت شي فيديو. المهم هذا الفيديو هذا زوين، واحد الكيكه اللي كتجي رائعه وطالعه وزوينه بالمكسرات. تبعوا معايا الطريقه والمقادير وغتجيكم ناجحه. بالنسبه للمقادير راني عندي 4 البيضات كيف ما كتشوفوا. البيض راني درت البيض البلدي، ما كانش عندي الاخر. المهم 4 البيضات وكاس ديال السكر حبيبات ولا سكر سنيده. تنديرو تنخلطو مزيان بالضرب الكهربائي حتى كيطلع داك الخليط. كنطربوه مزيان مزيان باش كتجي الكيكه ديالنا خفيفه هكا وطالعه. ضروري ما كتطربوا الخليط مزيان حتى كيولي بيض. صافي البنات، والبيض كيكون درجه الحراره المطبخ، يعني ما كيكونش عندنا في الثلاجه البيض. ايوا صافي، وكنطربوه مزيان حتى كيطلع بحال هكا، كيولي اللون ديالو ابيض سواء بالطراب العادي ولا بهذا. المهم كيتطرب مزيان مزيان حتى كتشوفوه ابيض. السكر مع سميتو مع مع البيض. هنايا راه نسيت ما درتش الفاني. ديروا الفاني في هذه المرحله، انا ما درتوش، ولكن في الاخير درت نسمتو غير بالحامض، بالقشره د الحامض، حيت نسيت الفاني. بغيتو ديروا الفاني ديروها في الاول وطحنوها مع سنيده باش كتذوب. صافي الكاس ديال الزيت، كاس صغير، هذاك الصغير ديال الاتاي ماشي كاس العنبه. صافي غادي نزيد نطرب هذيك الزيت، راه كيزيد يعقد الخليط. وغادي نضيف البنات الكاس ديال الحليب. هنايا راه وريتو لكم كيفاش خويتو ما بانش ليا. المهم كاس ديال الحليب ضيفوه. صافي وغادي نضيفو الطحين على حسب الخليط دائما. انا راه غنضيف انايا الطحين حيت عارفه هكا شحال كيكفيني، حيت دايره كيفاش كندير الكاس ديال الحليب كيكون الطحين شويه، كنزيدو الطحين حيت كيكون السوائل كتار. المهم غادي ندير الدقيق الكافي وغادي ندير 2 خمارات حمرين. الخليط ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش عاوتاني ثقيل. غادي نوريكم كيفاش داير. هنايا من بعد ما ضفت الطحين اللي كافيني، اللي غيكفيني يعني في الخليط، غادي نزيد 2 خمارات فوق داك الطحين وغادي نخلط. صافي غادي نكمل الخليط، سواء بغيتو تحيدو وتخلط تكملوا التخليط غير بالخليط بهذا الضراب اليدوي اللي المهم اللي بغيتو. انا كملت بهذا. صافي غادي تشوفوا الخليط راه هو هذا، راه ما ضفتش فيه الطحين مازال. صافي هذا هو الخليط. كيكون كما قلت لكم ماشي خفيف بزاف باش حيت ديروا دوك المكسرات ما يهبطوش. صافي البنات، ها نتوما شوفوا الخليط كيفاش داير. صافي راه ما عاودتش زدت. هنايا كما قلت لكم نسيت الفاني ودرت غير قشره الحامض، حيت الا ضفت الفاني في هذا الفاني زعما في هذه المرحله ما غيذوبش. صافي وانا نقول غندير غير الحامض، قشره الحامض راه تجي زوينه حتى بداك القشره الحامض كتجي من السما وزوينه. صافي غادي نجيب واحد المول واللي دهنته بالزبده ورشيت عليه شويه الطحين، دهنته بالزبده كي قلت لكم. صافي وهاد المكسرات هادو راني جبتهم، عندي الكاوكاو وعندي الزبيب والتمر والكركاع، هادشي اللي درت. المهم المكسرات اللي عندكم ديروهم. التمر قلتو قطعتهم شويه شويه، داك الكركاع قطعته حتى هو وكاوكاو، والتمر قطعته طريفات والزبيب. غنضيف حتى شويه الزنجلان في الاخير. هزيت هاد المكسرات من بعد ما قطعتهم، خلطتهم بواحد المعلقه ديال الطحين. ضروري ديروا هاد المرحله باش ما كيهبطوش لكم. ومع ذلك راه تيهبطوا، ولكن انا يهبطوا واخا تيهبطوا شي شويه، ولكن تيبقاو الاخرين. داكشي علاش كثرت. ديروا كميه كبيره باش حتى الا هبطوا لكم شي وحدين تيبقاو الاخرين الفوق. وحتى بهاد الطريقه فاش كديروا لهم الطحين راه ما كيهبطوش كاملين. صافي البنات، هنايا راه غادي نخوي الخليط ديالي كيف ما شفتوا، وغادي نضيف عليه دوك المكسرات. كتجي زوينه بزاف، كيكونوا معسلين داك التمر وداك الشيء تيكون معسل هكا. فاش كتاكلوا الكيك تاكلوا معاه داك التمر وداك المكسرات كيجيو رائعين ومعسلين. صافي هنا من بعد ما درت فيه ديك المعلقه ديال الطحين راني كنعاود نغربل باش كيطيح داك الطحين اللي داك الطحين اللي بقى فيهم. غير كيتلبسوا بالطحين صافي باش ما كيهبطوش لينا، باش كيبقاو فوق الكيك. فهمتوا؟ صافي انا غادي نضيف معاهم شويه د الزنجلان. هنايا راه زدت شويه د الزنجلان، المهم اللي عندكم ديروه. صافي غادي نديرهم كامل فوق هاد الطبقه ديال الكيك، غنغطيها كامله. متخافوش، راه واخا كما قلت لكم تشوفوا في الاخر يعني الشكل ديالها، راه واخا هبطوا راه بقاو شي وحدين الفوق تيهبطوا، ولكن تيبقاو الكميه الكبيره تتبقى الفوق.
صافي من بعد غطيتها كامله، ما خليت فيها ما خليتهاش كتبان كاع، يعني كامله غطيتها بداك المكسرات، داك العجينه كامله، داك الجنجلان وداك الشيء. صافي البنات غنشعل الفران تقريبا غادي يسخن غير واحد شويه وغنديرها. علاش سخنت واحد شويه؟ باش ما تبقاش في الفران بارد، ما غاديش تطلع دغيا وهي تقلتها بدوك، فهمتوا؟ يعني ضروري هذه كندير كنشعل ليها الفران شويه يسخن عاد كنديرها. شوفوا البنات واخا دخلوا، ولكن راه ما دخلوش كاملين لداخل، المهم دخلوا شي وحدين المهم فاش قطعت الكيك لقيت شي وحدين لداخل الوسط، ولكن راه تيبقاو الفوق هكا فاش تكثروهم. شوفوا كي جات رائعه، معسلين كيما قلت لكم، داك الزبيب وداك الشيء جاي معسل هكا كتاكلوه وهو معسل. صافي انا طابت، من بعد ما طابت الكيك عادي كيف ما قلت لكم، انا غير سخنت ليها الفران من قبل هادي. اما عاده ما كان الكيك العادي يعني ما كنسخنلوش الفران، كنديرو في فران بارد، ولكن هادي كما قلت لكم خصني يعني يكون سخون باش تطلع، باش ما يهبطوهاش دوك المكسرات، حيت كانوا ثقالين. راك شفتوا الكميه اللي درت، هذا هو اللي كاين. المهم راه جات زوينه بزاف. سقيتها غير بالحليب بارد، انا راه هي كانت سخونه والحليب بارد. سقيتها حيت كدوك المكسرات كما قلت لكم تعسلوا. صافي سقيتها بداك الكاس، ماشي بزاف كاع الحليب، غير واحد شويه. سقيتها مزيان بالحليب. شفتوا البنات كيفاش كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه. هنا راه درت ليها الشوكولاط، واخا انا كنت غنخليها غير هكاك، راه كتجي زوينه بلا شوكولاط. بلا كنتو بتزينوها بالشوكولاط ولا بهذا بغيت نقول لكم بالياغورت ديال هذاك الاخر ديال الكراميل، ولا المهم كيما بغيتو، باش ما بغيتو تزوقوها زعما. شوفوا راه كتجي خفيفه وزوينه، كتجي رائعه يا البنات. تجي طالعه، شوفوا حتى السمك ديالها يعني طلعات، واخا دوك الفواكه درتهم راه تجي طالعه وزوينه. صافي هنا غادي نديرها تبرد. انا صراحه قطعت الطرف لولدي وعاد قطعت معكم باش تشوفوا، وعاد غنديرها تبرد باش يبرد فيها داك الشكلاط، حيت يلاه درتو غير عشوائي هكا من الفوق، زوقت به. صافي غنخليها تبرد، وكما قلت لكم راه كتجي زوينه. فما تنسونيش من لايك البنات. شكرا لكم على المتابعه، ونتمنى يعجبكم الفيديو وتكتبوا التعاليق ديالكم الزوينه. وشكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى المشاركه في القناه، اللي مازال ما شاركتش تشارك. شكرا لكم كاملين، وهذه هي الكيكه ديالي، ونتمنى تجربوها وتجيكم حتى. المهم كيف ما قلت لكم نتمنى تجربوها وتطلع لكم حتى نتوما بحال هكا يعني، وحسن كاع من هذه. تجي زوينه هكا وطالعه مفشفشه. المهم هذه هي الكيكه ديال هادو المكسرات. فاش كديروهم فيها وديروا لهم هكا هي الطحين، راه ما غيهبطوش لكم، واخا يهبطوا شي وحدين راه ما غيهبطوش كاملين. وصافي هذيك زينوا باش ما بغيتو. انا درت ليها داك الشوكولاط عشوائي، ديروا دانيت ولا ديروا شي حاجه كيف ما بغيتو. المهم التزيين كيبقى اختياري، ولا ما تزينوهاش كاع، راه كتجي هي اصلا زوينه بلا تزيين، ولا ديروها شويه د العسل. المهم الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.